أهلا بكم يا عشاق الكرة المغربية. البطولة الاحترافية تعود لترفع المنسوب الحماس في الجولة التاسعة. المواجهات نارية تنتظرنا يوم السبت والأحد، والصراع النقاط يشتعل في المقدمة وأسفل الترتيب. في هذا الفيديو سنعرض معكم برنامج الكامل للمباريات والقنوات النقل وأبرز المواجهات المؤجلة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس قبل أن نبدأ. المواجهة الثانية، المغرب الفاسي ضد الاتحاد الرياضي، قمة كلاسيكية بامتياز في الساعة 6 مساء لينجح الماس في استغلال عامل الأرض. المواجهة الثالثة، اتحاد يعقوب منصوري ضد اتحاد طنجة، المواجهة 8 مساء. الفارس البغاز يسعى للعودة بنقاط 3 من قلب الرباط. يوم الأحد لا يقل إثارة، وموعدنا مع مباراتين مهمتين. نهضة زمامرة يستضيف النادي المكناسي في الرابعة عصر، لقاء متكافئ يبحث فيه الفريقين عن تحسين مراكزهما. اتحاد تورقة ضد الرجاء الرياضي، مباراة السهرة في السادسة مساء. النسور الخضر في رحلة صعبة لمواجهة فريق تورقة. الشاب وطموح فهل يواصل الرجاء زحفه نحو الصدارة؟ المباريات المؤجلة، هناك ملاحظة هامة في البرنامج هذه الجولة، وهي تأجيل 3 مباريات من العيار الثقيل لالتزام قارية أو أسباب تنظيمية، وهي نهضة بركان ضد حسنية أكادير، الكوكب المراكشي ضد أولمبيك أسفي، الوداد الرياضي ضد الجيش الملكي. نعم، الكلاسيكو الوداد والجيش تم تأجيله، وهو ما سيجعلنا ننتظر وقتا أطول لمشاهدة هذه القمة. والموضح في الصورة، جميع مباريات هذه الجولة ستنقل مباشرة عبر القناة الرياضية. الآن حان دوركم، شاركونا في التعليقات ما هي النتيجة التي تتوقعونها لمباراة الرجاء واتحاد تورقة، أيضا المباراة للفريق اتحاد طنجة، ومن هو الفريق الذي ترشحونه ليكون حصان الجولة. شكرا لمتابعتكم، استمتعوا بالبطولة المغربية ونلتقي في فيديو تحليل بعد نهاية الجولة.